فيصل عز رجال، شهاب صديق، ومحمد عبد العزيز. الحكم بيعمل القرعه، بياخد صور تذكاريه، وكابتن الفريقين كابتن وليد صلاح النادي الاهلي نمره 10، كابتن الزمالك امير، اختار لا كابتن نادي الزمالك عادل نمره 16 عادل محمد عادل كابتن نادي الزمالك. على يمينك هيبقى فريق نادي الزمالك، وعلى شمالك فريق النادي الاهلي، وفاروق جعفر لابس نمره 10 فانيلا حمراء، وحسن شحاته فانيلا حمراء، رقم 9. هينزلوا مكان موفق الباشا، مكان موفق الباشا واحمد ابو فتاح وحسن شحاته. والله زمان 3 من اللعيبه بياخدوا صور تذكاريه مع حسن امين، ونزل خدها على صدره دي، لعبها للخطيب. الخطيب طويله حلوه، انما برافو، يخش على طول محمد ابو السعود ويرجعها للجول. حسن شحاته هو الخطيب يرجعها ورا، ياخدها نبيل على صدره، ماشي نبيل ويلعبها ناحيه اليمين للخطيب، ياخدها مرتين 3 و4 5 6 وبيصلح وهيشوط وشاط. يا خطيب يا خطيب، فين ايامك يا خطيب؟ كرة حلوه على يمين الجول، علاء تطلع بره قوي، حاجات من اللي بتبسط الجمهور. ماشي من ناحيه اليمين، هيرفع اوفر، الكرة عاليه حلوه من عادل، طالع بدماغه امير اللي لعب الكرة اللي فاتت، تطلع بره. موفق الباشا بيلعب الكرة لعلاء وبايده ناحيه، واحنا موجودين هنا في الاستاد في اليوم العظيم ده. مش عارف تقول اديك لا حقيقه يعني يا ريت يبقى ايامنا كلها ايام وفاء، وان شاء الله نحتفل كل يوم بوفاء جديد بيحصل، وبقدرة هذا الشعب العظيم على العطاء. ان شاء الله ربنا هينصرنا ويحقق كل امانينا. والف الف مبروك لنا، وانا اتمنى يوم عظيم زي ده يتكرر، ما بقولش كل اسبوع، بقول كل شهر، عشان الناس تسعد والجمهور يسعد بالكلمة العظيمة كلمة الوفاء. وعلى فكرة سمير هيعمل يوم في المسرحية بتاعته إرادها للوفاء. انما في فاول لصالح نادي الزمالك، واللي هيشوطه تامر، هيسيبها للخطيب، وكرة عالية حلوة. الجول الاولاني جول لنادي الزمالك، يجيبوا عادل، كرة مرفوعة من الخطيب، يخش عبيد اللي جابه، كرة مع حسن شحاتة، يلعبها سليمان، مع اوت فاروق، بره عالية على شمال الجول، بره اوت. جاب جول نادي الزمالك امير عبد العزيز. ضربة مرمى، واللي هشوط نادر على جنب،
بعدها طلع فاروق جعفر ونزل مكانه ثروت. عبيد تطلع الكوره بره، في تغيير هيطلع الخطيب هيلبس فانيلا حمراء الخطيب، وحسن شحاته هيلبس فانيلا بيضاء. الخطيب هيلعب مع النادي الاهلي تاني، وحسن شحاته هيلعب مع نادي الزمالك. ب 14 دقيقة والنتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك، واللي جاب الجول أمير عبد العزيز. ورا الخطيب لهادي خشبة، لوليد صلاح لهادي، لوليد يلعبها الشمال، يلعبها بالعرض مش لحد وليد صلاح اللي كان بيلعبها، تطلع الكرة بره. انا شايف ورابط حاجه على ركبته. عبد الرؤوف تعدي حلوه لحسن شحاته، ماشي حسن يديها للنمرة 10، هو جوله بيشوط كرة عالية. عبيد حط رجله غرف الكرة فتطلع الكرة بره، انما في الحقيقة لعيب كويس وجسمه جامد وسريع، حركاته كويسة في الملعب. عبيد فاول خطيب شاط. برافو خرجها نادر، برافو يا نادر، قنبله يحولها نادر كورنر من ناحيه اليمين، وشاط كرة عاليه تعدي تخش. مش قادر اوصفه غير ان انا اقدر اقول انه شرف كبير قوي قوي ليا ان انا اشترك في يوم مثل هذا اليوم ومثل هذا المعنى. ما تصورش حضرتك لو تكرر هذا الفكر لكل الاغراض الاخرى اللي هي تقوم الناس وتعالج الناس كامثال المرض والمخدرات. لو حصل حملات رياضيه اعلاميه فنيه من كل المسؤولين، اعتقد هيكون ليها صدى طيب جدا جدا. والحمد لله يمكن انت شايف النهارده يوم جميل، الناس كلها فرحانه علشان حاسين دوت بيدور حول شيء فيه خير يعني. الحمد لله. شكرا يا كابتن، وبنحيي جهودك مره تانية في هذا اليوم. متشكر جدا جدا. وزي ما حيينا كابتن محمود الخطيب، بنحيي ايضا كابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر نجمي نادي الزمالك اللي شاركونا وشاركوا هذا اليوم الجميل. ايضا كتير وكتير لو قعدت اعد على المجهودات والافراد اللي ساهموا في هذا اليوم، هنقعد يوم 25 فبراير كله لغايه الساعه 12 بالليل نعد في اسماء المشاركين في هذا اليوم الجميل. الاستاذ يوسف زين رئيس جهاز الرياضة ورئيس اللجنة المشرفة على هذا النظام، لابس ترنج وده مش غريب عليه. هو دكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، ناس رياضيين، ومعاهم الدكتور مجدي يعقوب الجراح المصري العالمي الذي حضر خصيصا الى مصر لإحياء هذا المهرجان، الدكتور عبد الاحد جمال الدين والدكتور مجدي يعقوب والأستاذ يوسف زين. أهلا بيك يا دكتور، وتقول لي رأيك وشعورك في هذا اليوم. حاجة ممتازة، وأنا سعيد جدا بهذا الاحتفال اللي بيؤكد قدرة الإنسان المصري بجهوده الذاتية على إنه يعمل عمل نبيل. والعمل النبيل النهاردة اللي بنعمله عمل لتدعيم قسم جراحة القلب في القصر العيني، ودي مؤسسة
عريقة وأعرق مؤسسة علمية في مجال الطب، مش بس في مصر إنما في الشرق العربي كله. وكمان بتأكد علاقة الشباب والرياضة بالصحة العامة، وبتؤكد دور اللياقة البدنية، وإن شاء الله يبقى فيه مبادرات كبيرة لتحقيق أهداف نبيلة لهذا الشعب العظيم إن شاء الله. دكتور مجدي يعقوب، رأي حضرتك في هذا اليوم الجميل، وهل بيتكرر وجوده في بره أتلانتا زي ما حضرتك بتعيش؟ ان شاء الله لازم يكون اليوم ده كل سنة، وان الحماس اللي موجود دلوقتي يكون مستمر في كفاح المرض وفي الشغل لمرضى القلب. لو قلنا علاقة الرياضة بمرضى القلب، هل هي علاقة تضاد أم علاقة وطيدة ماشية معاه؟ علاقة وثيقة جدا، وأرجو أن يكونوا هم شافوا أن احنا تخلصنا من مرض القلب لما جرينا مرة واحدة. يعني هل مريض القلب يستطيع ممارسة الرياضة بعد إجراء اللازم ليه؟ بدون شك، ده من الواجب أن كل مريض قلب يمارس الرياضة. عمليات القلب هل مكلفة فعلا ما يقدرش أي حد أن هو يتعالج منها أو يستطيع تحمل نفقاتها؟ هي أكثر طبعا تكلفة من أي عمليات تانية، إنما مع تحفيز للشعب للقصر العيني يبقى في مجال كبير جدا للمستقبل. شكرا يا دكتور مجدي، وإن شاء الله بنلقاك السنة الجاية بإذن الله في نفس هذا اليوم إن شاء الله. الأستاذ يوسف زين رئيس جهاز الرياضة، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أستاذ يوسف، تقول لي حضرتك كيف خرجت هذه الفكرة الجميلة إلى حيز الوجود؟ هو الحقيقة هو كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى. هي فكرة إنسانية وتعاونت كل الناس بروح إنسانية، فإحنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه كلل هذا المجهود العظيم بالنجاح إن شاء الله، وهو واضح إن هو نجح يا فندم بفضل الله سبحانه وتعالى. قطع على الأرض لحسن شحاتة. حسن شحاتة ناحية الشمال في اوفسايد، وصفر الحكم محمود عثمان بانتهاء الشوط الثاني، والنتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك.